أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم فيه وصفة تاع ليمونة. اليوم درت ليمونة بما اليوم رانا في ثاني رمضان. كانت عندي باقية عندي شوية تاع الماكلة تاع النهار الأول، ما حبيتش نطيب. قلت لكم أنا ضد التبذير، باش تكون عندي ماكلة طيبة نروح نطيب من المستحيلات. فهنا وش راح درت ليمونة للسحور نسحروا بها مع قهوة حليب ولا مع الفلون، ولا كل واحد وكيفاش واش يحب يتسحر. ندخلوا في المقادير. واش عندي في الليمونه نتاعي واش درت فيها؟ عندي كاس حليب ونصف كاس تاع الماء، درتهم يسخنوا على النار يدفاو شويه. وعندي مغرفه تاع لحظه ومغرفه تاع خميره الخبز ونصف علبه تاع خميره الحلويات. وعندي زيت تاع البرتقال او القارص. وعندي حبه بيض وبياض بيضاء، والصفار نخلوه ندهنوا به. وعندي هنايا نصف كاس من السكر العادي. وعندي حوالي ربع كاس من زيت المائدة. وعندي ملعقة مملوءة جيدا من لافاني. نبدأ على بركة الله. حطينا الحليب، أنا حندير في البيترا. درت الفارينة على حسب الحاجة، يعني كل واحد الفارينة كالي تشرب كالي ما تشربش. فالفارينة كل المهم العجينة تاعنا في الأخير نخلوها شوية طرية ونخلوها شوية تتلاصق في اليدين. وعندي ملعقة زبدة كبيرة في الأخير نديرها في العجينة، تعطيها هذيك الطراوة والهشاشة. المهم خياتي، هنا حطيت الحليب والماء تاعي اللي كنت دفيتهم، حطيت ملعقة تاع خميرة الخبز مش مملوءة، يعني مش خميرة مغيرفة تاع ماكل معمرة بزاف، ممسوحة فقط. وعندي هذه المغيرفة تاع الديسير اللي راني نكيل بها، يعني جات متوسطة بين مغيرفة تاع الماكلة ومغيرفة تاع القهوة الكحلة. هذه مغيرفة كبيرة شوية، فالقياس تاعها معقول. درت منها مغرفة مملوءة جيدا من لحظة، وكيلت بها يعني تقريبا العبارات كامل. وحطيت الزاز هذاك تاع البرتقال أنا عندي. وعندي نصف كاس من السكر، وحطيت كلش في البيترا تاعي وخليته يتخلط مع بعضه. راح يتخلط شوية مع بعضه. ومن بعد هنا راح نضيف البيضة وبياض البيضة هذاك اللي بقى، ما حبيتش زعما نضيعه فقط فزدته في العجينة مع حبة تاع البيض. وهنا عندي حوالي ربع كاس من الزيت. مليحة خياتي، هاد ليمونة تجي مليحة، خاصة في السحور، يعني كي يتسحر بها واحد مليحة. هنا نقول لكم هذه الزبدة راح نخليها ندير ملعقة نعمرها مليح شوية من الزبدة الطرية باش تعطينا طراوة للعجين تاعنا. هنا ويتخلط الخليط هذاك حطيت كلش مع بعضه، مازال ما كملتش. وهنا نسيت ما قلت لكمش باللي راح نضيف لها حوالي ملعقه تاع اكل، يعني من الخل الابيض، يعطي خفه للعجينه كمحسن، يعني الدور نتاعو كمحسن في ليبات. هنا كنت ضفت كل المكونات، الزيت، كل المكونات السوائل اللي وريتهم لكم. وراح نضيف نصف علبة من خميرة الحلويات، ونبدأ نضيف في الفارينة نتاعي. وعينك هي ميزان كاي تاخذ له من 4 حتى ل5 كيسان حتى ل6 كيسان، أنا أديت لي حتى فوق 6 كيسان تاع الفارينة، يعني خرجت لي كمية مليحة من ليمونة، يعني من البريوش نتاعي. هو عبارة تقريبا على بريوش فقط نحشيوه من الداخل بالكريمة. هذه هي ليمونة. راح نساعد بسباتول هذه تاع سيليكون الحواشي هذوك باش الفارينة تهبط، يعني ما تبقاش لاصقت لي في الحواشي، خاطش لو كان تبقى لا ما نعاونش روحي هكا راح نبقى نزيد في الفارينة، والفارينة كامل راهي متراكمة في الحواشي تاع البول هذا تاع اللي نعجن فيه، فنعاون روحي بها. كيما راكم تشوفوا هنا تلمت العجينة نتاعي وبدات حقها من العجين. واش راح ندير؟ راح نجيب الملعقة المملوءة جيدا اللي هي حوالي ملعقة تاع أكل من الزبدة الطرية. نحب أنا الزبدة نخليها هكا في المطبخ، ما نديرهاش في الفريجتي، نخليها على برا، خاصة تاع العجائن هذه تكون طرية نلقاها واجدة. نحطها في العجينة في الشتاء، أما في الصيف لا نديرها في الفريجيدير حاجة باينة. هنا خلاص كانت تلمت لي العجينة نتاعي. واش راح ندير؟ راح نلمها غير شوية هكا بيدية باش نشوف لا تكستور تاعها اسكو راهي خلاص، يعني ما تحتاج لا فارينة ما تحتاج حتى حاجة. هكاك نروح نديرها في البول نتاعها، ندهن البول تاعي تاع العجانة هذاك بالذات اللي عجنت فيه، ندهنه بشوية تاع زيت عادي ونحطها تختمر حتى نشوفها الدوبلات الفوليوم تاعها.
هنا هكا نغطيها ونخليها تختمر على راحتها. تدي لك 20 25 دقيقة في الاختمار على حسب المطبخ نتاعك، على حسب إلا كان عندك الدار دافية شوية وإلا باردة. الوقت في الاختمار تدي على حساب التمبيراتور تاع الكوزينة نتاعك. هنا كانت اختمرت لي حوالي واحد 25 دقيقة داتها هكاك. راح نبدا هنا نسرع شويه الفيديو فقط، راح نبدا نكوبي وكل الاشكال كيما تحبي، الشكل اللي يساعدك. تحبي ديري واحده خبزه طويله كبيره عفوا دائريه كيما تاع المحلات، تحبي ديري على شكل باجيت. انا شكلت اشكال يعني درت دوك تشوفوا الاشكال اللي درتهم معي هنا. كانت طريه العجينه مليحه، لاباس يعني بها. علاش نخلوها طريه شويه؟ باسكو كي تخمر وتزيد تتشرب الفرينه هذيك السوائل في وقت الاختمار، راح تزيد تنشف معانا تنشف معانا العجينه نتاعنا. هنا رشيت شويه فرينه بصح ومن بعد لقيتها ما تحتاج الفرينه، باسكو يعني من الاحسن نفتحوها بلا فرينه خير. واللي تحبست ما زدتش درت الفرينه. آه خدمت بها هكاك برك، ما كانش تتلاصق بزاف يعني شويه. مي تحاولوا نسعفوها شويه فقط. هذا ما كان. هنا درت دو باغيت تاع تاع البريوش هذا. تقدري ما تعمروها بالشيكولا، تفارسيوها بالشيكولا تارتيني هذيك تعمريها لداخل. تجي مليحة ثاني. بلا ما ديري لها الكريمة كي تخرج. تقدري تخليها وتعمريها بالكريمة، وإلا تحطيها هكاك تقدميها كبريوش فقط. مع قهوة حليب عادي يعني. هو عبارة على بريوش فقط، راح نزيدوله الكريمة ويرجع لنا في الأخير ليمونة. هذه هي. هذه درتها شوية اوفال، حبيت نديرها مستطولة شوية. كنت راح نديرها دائرية ومن بعد باش ما نستعملش بلا واحد اخر ونبقى نستنى هذه تخمر وهذيك الطيب. فدرتها اوفال شوية وحطيتها حدا لي باكيت هذوك، وهادو درتها زوج قرصات صغار مدورين تاع ال- هنا نقول لكم العجينة شوفوا كيفاش راهي منبلة كي تدي حقها في الاختمار وتكون اختمرت مليح يعني تخرج لكم حاجة شابة بزاف وتجي مليحة يعني. يعني هي هذه تشبع حقيقة تشبع كي تاكلي منها في السحور مرصو ولا زوج زوج مرصوات خلاص راح تشبعي وتقنع. فهمتوني؟ راهي حاجة تقنع مليحة. تشبع. فعاود كاين اللي كل واحد كيفاش يتسحر. كاين اللي ياكل فلون هكا بريوش ولا خبز ولا هذه حاجة مليحة يعني تسحر. يتسحر بها الواحد. تقنع وتشبع في نفس الوقت. وحاجة بنينة. هنا كانت الكوزينة قاعد تريح الله يبارك بريحة الزست تاع تاع التشينة اللي درتو فيها زست تاع البرتقال، بشور البرتقال اللي درتهم فيها. هنا خرجوا لي الخبيزات نتاعي، زادوا طلعوا شوية في الكوشة، وجاو كيما راكم تشوفوا. حمرتهم طيبتهم من تحت ومن بعد عاود حمرتهم من الفوق. وهنا راح نديروا الكريمة نتاعها. كريمة عادية. كاين اللي تتباع كريمة وجازة هذيك كريم باتيسير اللي راهي تتباع، وكاين هذه انا خدمتها في الدار عادي. درت نصف لتر من الحليب، 3 مغارف تاع سكر كبار سكر عادي، ودرت فيها 2 مغارف معمرين من لا مايزينا كيما راكم تشوفوا هك. ودرت لها شويه تاع لافاني، ما ننساش تاني درت لها شويه تاع لافاني. وراح نخلط كلش فوق النار. تقدري ما تعجنيها باليد تجي عادي. بركي ما راكم تشوفوا يدي انا راني شويه مريضه من يدي ما نقدرش نعجن يعني، فنستعمل بيتخا. وخاصة في رمضان يعني تسهل لي بزاف الأمور العجانة. لكن والله كاين حوايج نشتي نعجنهم بيدي مي الله غالب لي ظروف صحية راني نستعمل عجانة في كلش. هذه هي. هنا درت حسيت الحليب كان ناقص شوية فرحت زدت له شوية تاع الحليب وحطيتها فوق النار. وراح ندير لها ذوق الموز. درت لها لافاني ضربه ولا لا بودره تاع لافاني عادي. ومن بعد خممت قلت عندي ليكسري تاع البنان وعلاش ما نديرهاش بذوق الموز، وجات بنينه بنينه هايله هذيك لا كريم. درت لها شويه تاع ليكسري تاع البنان و... وخلطتهم مع بعضهم وخليتها طابت لي. نخلّو برك يدنا عليها ولا عيننا عليها.
هنا راني نقول لكم درت أما راحت لي ما صورتش كي كنت ندير فيه، فنقول لكم درت لها ذوق الموز. هاوليكم شوفوا كيفاش جات هذيك الكريمة خفيفة يعني ماشي سائلة، كريمة ما فيهاش هادوك لي كغيمو هادوك، ولا جات صافية ما شاء الله. في الأخير ندير لها ملعقة تاع ديسير من زبدة طرية، نخلطها مليح معاها حتى تذوب لداخل وتتجانس الخليط يتجانس مع بعضه. فنبداو كي تبرد لنا تبرد شوية، تكون بردت عطيتها واحد نص ساعة هكاك، غطيتها وخليتها ارتاحت كيما كنت تشوفوا هكا. درت كونتيتي مليحة، يعني تقدروا تخبوها في الكونجيلاتور، كل ما تخلص لكم الخبزة هكا تعاودي غدوة من داك ديري قيس كاس حليب ومغرفة تاع مغرفة تاع المايزينا ومغرفة ونص تاع السكر، وتخدمي كريمة قيس كاس برك وتعمري به خبزة واحدة تكفيك تجيك سوا وتحطيها يعني. المهم البريوش نتاعك يكون واجد، كي تخرجيه من الكونجيلاتور كي تخبيه هو جديد يقعد كيما راه. هاي لكم كيفاش جات من الداخل، عبارة على بريوش عادي، وتعمريها الداخل وتخليها تبرد في الفريجيدير وتقدميها بالصحة والهنا. أنا هاي لك الكريمة نتاعي مازالت سخونة. من الأحسن فقط نصيحة أنكم ما ديروش الكريمة كي تبداو تعجنوا فيها، خليو حتى طيب ليمونة نتاعكم ولا البريوش نتاعكم ويبرد ويبدا يبرد وبعد 10 دقائق ملي تخرجوه من الفرن هكاك روحوا ديروا الكريمة نتاعكم، باش مباشرة الكريمة بعد ما تخرجوها من فوق النار ديريكت تحطوها ديريكت لداخل داخل البريوش نتاعكم باش ما تيبسش، خاطر إلا جمدت الكريمة نتاعنا شوية برا ماهيش راح تكون معنا، ما تكونش سهلة في الخدمة نتاعها لداخل. هي تاع نعرفوا الكريمة بلي راح تجمد من بعد، فمن الأحسن تجمد مع تجمد شوية ماشي تجمد مليح، تجمد شوية مع العجينة عفوا مش مع العجينة مع البريوش نتاعنا مباشرة. يعني ما نقدروش نخدموا الكريمة ونخليوها حتى تبرد وتجمد ومن بعد نروحوا نجيبوا البريوش نتاعنا هكاك راح نتعبنا شوية وما تعطيناش النتيجة كيما نحوسوا عليها. هنا درت زوج، درت واحدة هذيك الأوفال ودرت هذه الحبة هكا. شوفوا كيفاش راهي مليحة، جات ما تجي معجنة تجي مفتتة من الداخل، على هذا يدل على أنها طايبة مليح ودات حقها مليح في الطياب. وهذه هي أنا بقات لي شوية من الكريمة قيس هكا، يعني قيس 4 مغارف ولا 5، خليتها كليناها هكاك يعني بالملعقة. هي عبارة على كريم باتيسير، يعني تقدري تاكليها حتى كيما الفلون عادي، خاصة بذوق الموز بنينة بزاف جات فيها بنة مليحة. هنا هاي لكم اللي بقات لي، هذه هي كنت قادرة نحشي بها خبزة واحدة أخرى بصح قلت علاش يعني نحشي بها وتبقى لي يعني الليمونة بثلاث أيام 4 أيام في الفريجيدير، ما نحبش هكاك، نحب حاجات تكل فريشكة جديدة. هذه كانوا دافين شوية مادام راهم دافين وشادين مازال جدد، درتهم في ساشي كونجيلاسيون راح نديرهم في الكونجيلاتور كي نحتاج نجبد قيس ما نحتاج أنا. وهذيك الكريمة غلفتها بالبابي سيلوفان ودرتها في الفريجيدير. هنا ما كانش عندي الناباج حقيقة، فرحت درت شوية تاع شوية كان عندي شوية عسيلة ثقيلة مليح، دهنت الوجه نتاعها هكا باش نعطوها هذيك اللمعة، وراح نرش عليها شوية تاع سكر غلاس، وخرجت لي ليمونة ما شاء الله كيما تاع المحلات كيما نشوفوها في المحلات جات شابة مليحة. فقط في المحلات يزيدوا لها المحسن، أنا ما عنديش وما درت لهاش يعني خليتها شغل بريوش عادي آه، محشو الداخل بالكريمة. هذه هي وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو وإنا اللي رداكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوناش في جيم وتعليق. وهذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه تاع لامونة نتاعي أو البريوش المحشي، كل واحد كيفاش يحب يسميها. جات بنا ما شاء الله بنينة مليحة متحوفة ولا أروع. نديروا حاجة هكا في ديارنا من ذاك بصنع يدينا أحسن من كل يوم أشري. ومع السلامة وبقوا على خير وصحة فطوركم.